نيجي لعندهم هلا نسأله: يا خيي أنت عم بتحارج على موضوع الاحتفال بالمولد، طيب الاحتفال بالمولد النبوي طاعة أم معصية؟ فإذا قال طاعة حلو، يعني يجوز الاحتفال به، خلصنا انتهى. طب إذا قال معصية، بنقول له: طب هاي المعصية هل علمها الرسول صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمها؟ هذه المعصية التي أنت تزعم أنها معصية وليس كذلك، لكن هذه ما تدعيه أنه معصية هل علمه الرسول أم لم يعلمه أم جهله الرسول؟ فإن قال جهله وصف النبي بالجهل والعياذ بالله، وهذا خروج من الدين. طيب إن قال هذه المعصية علمها الرسول صلى الله عليه وسلم، نسأله: طب هذه المعصية هل الرسول بلغها أم لم يبلغها للناس؟ فإذا قال لم يبلغها الرسول، اتهم الرسول بالخيانة بأنه لم يبلغ ما أمره الله به. معصية أنت عم بتقول، يعني من فعلها وقع في الإثم في الحرام. إن قال بلغها الرسول، نقول له: أين الدليل؟ وين في ورد في القرآن أو الحديث أن من احتفل بالمولد النبوي الشريف فهذا حرام آثم فاعله، هذا بدعة ضلالة؟ وين ورد ذلك؟ إذا سألنا إنسان قال لك الاحتفال بالمولد طاعة أم معصية؟ له طاعة أكيد. بقول لك: علمها الرسول أم لم يعلمها؟ بنقول له: علمها الرسول أكيد صلى الله عليه وسلم. بقول لك: طيب إذا الرسول علمها بلغها لأمته أم لم يبلغها؟ بنقول له: بلغها لأمته بحاله. بقول لك: كيف يعني؟ وين؟ أعطيني هات الدليل. بقول له: الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامه ليوم الاثنين شو قال؟ ذاك يوم ولدت فيه. فهو يشكر الله، الرسول يشكر الله على ولادته، ونحن نشكر الله على ولادة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم. يعني واضح يا أحبابنا؟ اللي بيقول لك الاحتفال بالنبي بدعة ضلالة، قل له، اسأله سؤال، قل له: الاحتفال أو النبي محمد عليه الصلاة والسلام نعمة أم نقمة؟ نعمة، ما هيك؟ الله تعالى إيش قال؟ وأما بنعمة ربك فحدث. طب نحن عم نحدث بالنعمة التي أنعم الله بها علينا. سهل ما يعني. سبحان الله، الإنسان صاحب الفهم السليم يكفيه دليل، طالب العلم يكفيه دليل. أما المعاند الجاهل المعاند لا يكفيه 1000 دليل. شايف هذا الكل اللي بنحكيه؟ لا يكفيه.